السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع آخر من مواضيع الإهمال اللي تحدثنا في الحلقات السابقة في نوعين من أنواع الإهمال، واليوم إن شاء الله نتحدث في نوع ثالث من أنواع الإهمال. الطفل اللي ينشأ زي ما ذكرت في بيئة تكون هذه البيئة بيئة آمنة، بيئة دافئة، بيئة حاضنة لهذا الطفل، أكيد ينمو هذا الطفل ويكبر هذا الطفل وهو مستقر نفسيا، يكون طفل يستطيع أن يعبر عن ذاته، يكون هذا الطفل شخصية قوية، ويستطيع هذا الطفل أن يتعامل مع ظروف الحياة بكل أنواعها. اليوم نتحدث في موضوع آخر، هو النوع اللي هو الإهمال العاطفي. فشل الوالدين في تلبية الحاجات النفسية يعتبر حقيقة واحدة من الأشياء الكبيرة جدا، ومن الأخطاء الكبيرة اللي يرتكبها الوالدين تجاه أبنائهم. ويحدث عنه هذا الإهمال العاطفي، يحدث عنه هو الفراغ العاطفي. فواحدة من الأخوات تقول أنا تقول إنه بنتها تجي تسلم على بنتها وعايزة تحضنها وكذا، البنت تشمئز فتقول ليه يحصل كذا؟ فسألتها أنا، قلت لها كيف كانت البنت زمان؟ كانت صغيرة، أنتِ كنتِ كيف تتعاملي معاها؟ أقول لها حصل أنتِ بنتِك كنتِ تحضنيها وتاخديها معاك، كيف كنتِ تتعاملي معاها في الجانب العاطفي؟ تقول أنا زمان ما كانت تنتبه وما كانت تهتم أصلًا، يمكن البنت كانت تيجي تقول لأمها احضنيني وتسلم على أمها، لكن البنت تقول إيش هذا كلام فارغ وأبعدي منه، أو أحيانًا تقول إيش الدلع وكذا، خاصةً إحنا الأمهات فبعد كبرت البنت سبحان الله أصبح هذا حاجز نفسي بينها وبين أمها، فالأم للأسف بدأت تستعيد ذاكرتها تشعر كيف أخفقت في هذا الجانب. واحدة من الأشياء اللي تجعل الطفل أهمل في جانب أساسي اللي هو العاطفة، والعاطفة اللي هي الجانب الوجداني يعتبر هو شيء أساسي. وكما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا في الجسد مضغة إن صلح الجسد كله، ألا هو القلب، وإن فسدت الجسد كله. فالقلب والجانب الوجداني الجانب العاطفي يعتبر شيء أساسي بالنسبة لنمو الطفل السليم والصحيح. وأحيانا يكون شكل من أشكال الإهمال أحيانا الألفاظ، الكلمات، الوصف. مثلا تجد أنه أمشي تقول توصف ابنك يا قصير يا قبيح، أعزكم الله، هذه مثل هذه الألفاظ. حتى وصف تقارنه مع أخوته في البيت. فيقول واحد من الأخوة الآن يبلغ عمره كم 60 عاما، يقول له أنا ما أنسى أنه زمان، لأنه كان في البيت أخوانهم هو لونه مايل للسواد أكثر مقارنة ببقية الأخوة، فيقول إنه كانوا هم ينادوه أسود، شكله كذا مختلف عن فهذا النوع من التنمر داخل الأسرة حقيقة يعتبر واحدة من أنواع الإهمال العاطفي، واللي كوّنت الآن عمره كم 60 سنة، لكن ما زال هذا الرجل يتذكر هذه المواقف، فأصبح عنده نوع من الصدمات ونوع من الصدمات الصغيرة تعتبر هذه، فكوّن عنده هذا الطفل هذه الذاكرة الغير سارة، وأحيانًا ممكن تكون سبب في إنه الطفل يكره والدينه، يكره الشخص اللي ينده عليه بمثل هذه الألفاظ. نوع آخر من أنواع اللي هو الإهمال العاطفي، استخدام الطفل في نقل الرسائل بين الوالدين. أحيانًا يكون الأم والأب بيناتهم اختلاف، فتجد إن الطفل هو اللي في الوسط، يحمّلوه اختلاف هذه المشاكل داخل الأسرة، ويشعر الطفل إن أحيانًا يشعر بالذنب، خاصةً الأطفال الصغار، لمّن تحصل مشكلة ما بين الأم والأب يقول أنا السبب، تجي الطفل ييجي يقول يا ماما أنا السبب إنه أنتم بابا اتخاصمتوا. والنوع الأسوأ كذلك هو الإهمال العاطفي، إنه ترك البيت، يكون حصل خلاف ما بين الأم والأب، الزوج والزوجة، الأب يترك البيت، وهذا طبعًا تسبب إحساس بعدم الأمان بالنسبة للطفل، دائمًا تشعري إنه يحس إنه بالخوف،
ويؤدي إلى سلوكيات مثلا التبول اللا إرادي، وتجد الشعور يكون عنده بالقلق الطفل، أحيانا تكون شكل أحلام مزعجة بالنسبة للطفل، لأنه نتيجة لهذا الجانب الإهمال العاطفي الحدث بالنسبة للطفل. وكذلك نوع آخر من أنواع الإهمال العاطفي هي عدم السماح للطفل أنه يعبر عن مشاعره. الطفل أحيانا يبكي، وإحنا للأسف في ثقافتنا في مجتمعاتنا خاصة الأولاد مجرد ما يبكي أنت راجل ما تبكي. فيعني سبحان الله، يعني نبدأ من السن مبكر إن إحنا نمنع، أنت ممنوع تبكي، أنت ممنوع تشعر بالحزن، أنت ممنوع تشعر بالقلق. فيبدأ إنه هذا الكتمان يعني يكتم مشاعره. أكيد يعني هذه المسائل فيما بعد تنعكس على شخصيته، يعني تنعكس على علاقاته، على يعني أشياء كثيرة، يعني حتى تكون سبب في عدم استقراره في حياته الزوجية. كل هذه الأنواع من أنواع الإهمال بالنسبة للطفل، يعني بما فيها تجاهل الجانب المشاعر، وكثير من الأشياء يعني تؤدي للطفل إحنا يعني نفتكرها إحنا أشياء بسيطة، لكن بيكون عندها يعني زي ما ذكرت في القصة تكون تستمر معانا لسنوات وسنوات. يعني واحد عمره في الخمسينات في الستينات ما زال يتذكر مثل هذه المواقف. ضمن الإهمال العاطفي إنه أحيانا نحمل أبنائنا مسؤوليات أكبر من إمكانياتهم، فيشعر الطفل لو أنا أخفقت في هذه المسؤولية، يشعر الطفل بعدم ثقة. دايما تجي الطفل متردد يقول لك أنا فشلت ما فعلت كذا. ويحدث يعني في أشياء كثيرة جدا إن يعني بعد الأولياء الأمور يحمل الأبناء أشياء فوق طاقتهم. يعني نحن مع تحمل المسؤولية، لكن المسؤولية اللي تناسب عمر الطفل، اللي تناسب إمكانيات الطفل. فبالتالي أنا استطعت من خلال هذه المسؤولية غرست في الطفل في ابني الإحساس بالمسؤولية، وغرست فيه اللي هو الثقة بالنفس، ويشعر الطفل أنه هو إنسان له مكانة، يستطيع الطفل أن يعبر عن أشيائه. فإذا كان العكس، الطفل يشعر بالدونية لأنه هو فشل، وبالتالي هذه الأمور يعني الطفل دائما حيكون الطفل يعني لا يتقدم، حتى لو هو يستطيع بعد ما يكبر يقول لا أنا ما أقدر. فهذه كلها من أنواع الإهمال العاطفي، يعتبر يعني شيء أساسي. ولو قارناه بنوع من الضروريات الخمسة اللي ذكرناه في البداية، هي المحافظة على النفس. يعني النفس هي تحتاج إن إحنا نحافظ على مشاعر أبنائنا وعلى كيف نتعامل معه، وديننا يأمرنا بهذا. يعني كيف كان نهج الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الحسن والحسين، وعندما جاء الأعرابي ورأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع الحسن والحسين، قال أنا عندي 9 من الأبناء ما قبلت أحد منهم. يعني فقال له يعني من لا يرحم لا يرحم. يعني فإذا كان الله سبحانه وتعالى نزع منك هذه الرحمة، فكيف يكون يعني ماذا أصنع لك؟ يعني فبمعنى أنه نحن نحتاج أنه هذا الجانب، بما أنه هو يترتب عليه كثير من الإعاقات النفسية، كثير من الإعاقات. وتجد إنه بعد أولياء الأمور يستغرب، يقول ابني ما يسأل فيا، ابني ما يعني ما يشعر بالمحنة أو بالعاطفة تجاه والدينه، لأنه هذا الطفل تربى في بيئة قاسية، وبالتالي الآن يعني ربما هو يقوم بواجبه كابن من نفقة ويعني وتلبية الحاجات المادية، لكن الجانب العاطفي ما يعبر عنه لوالده. فنحن يعني للأسف أولياء الأمور يتذكر هذه الأمور بعد فوات الأوان. فنسأل الله أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن نكون نحن نستفيد من هذه الأمور، وحتى نتعلم يعني حتى يعني ما نستمر في الخطأ. يعني تأتي متأخر خير أن لا تأتي. يعني فالآن يعني كل الأمور متاحة، خاصة في ظل يعني الآن غياب الأسرة الممتدة، فكثير من العواطف والمشاعر وكثير من الدفء الأسري أبنائنا يحتاجوا، هم بحاجة إليه. نحن نعيش في غربة، فبالتالي نحن مسؤولين أمام الله أن نلبي هذه الحاجة اللي هي الحاجة ضمن الحاجات الأساسية بالنسبة للطفل. وصلنا لختام حلقتنا في هذا الجانب، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، ونكمل حديثنا في جانب الإهمال. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.